أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة الأخبار الجزائرية. ما تنساوش تدعمونا بجام واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. إذا هذا هو التاريخ المؤكد لنهاية الطقس الحار في الجزائر وعودة الأمطار والشتاء الحقيقي مع الأمطار والعواصف الرعدية القوية من الشرق إلى الغرب. لكن وقبل أن ندخل في تفاصيل، وإذا كنتم من محبي الأجواء الباردة والشتاء فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب واترك لنا لايك، ولمزيد من الفيديوهات اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس، وشكرا لكم. إذا تحديثات القوية من مراكز الطقس العالمية والتي تشير إلى دخول كتلة هواء شديدة البرودة إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط بعد منتصف هذا الشهر، وتحديدا بداية من 18 أكتوبر، مصحوبة بمنخفض جوي نشيط الفاعلية سيجلب معه أمطار شديدة الغزارة نحو أغلب المناطق الشمالية للجزائر، خصوصا نحو السواحل. ومن الممكن أن تصل هذه الأمطار إلى أماكن عديدة من الولايات الداخلية للوطن وبكميات كبيرة تتراوح ما بين 20 إلى 110 ملم وربما أكثر محليا، خصوصا السواحل الوسطى والشرقية للبلاد. ولمزيد من التفاصيل اشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد.